الصوت ما كان واضح يعني من البداية. ودي بإيجاز تعطينا السالفة من البداية، إيش صار؟ اهم حاجه سامعني دلوقتي كويس كده؟ أي كذا واضح. تمام. عايز اقول لحضرتك موجود صحفي، موجود طبعا، مش قادر اقول ان هو يعني في اللي شغال فين، موجود حاليا في امريكا بيغطي كاس العالم للانديه، بعت ثلاث فويسات الموضوع اللي حصل كله. ان الثلاث فويسات دول ان كان في اجتماع قبل بعد مباراه الهلال ومانشستر سيتي بعد فوز الهلال. كان الاجتماع مع ايفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، كان مع الشركات الراعيه، كان كمان مع الاعلانات اللي موجوده كاس العالم للانديه، واتكلموا ان موضوع ان فوز الهلال على مانشستر سيتي اللي هو كان مرشح الاول المفروض مع ريال مدريد للبطوله، ان الموضوع ده هيأثر بشكل كبير جدا على الاعلانات على الرعايه. وايضا كمان شركات المراهنات برضو كانت داخله في الموضوع، ان هي كانت مستاءه جدا من فوز الهلال، لان كانت مراهنه، الاغلبيه كان مراهنين المفروض على فوز المانشستر سيتي على الهلال، فدي عمل لهم ازمه كبيره جدا ومشكله كبيره جدا في الشركه الموجوده. وفي شركه عربيه كمان داخله في موضوع الرعايه وموضوع المراهنات، كانت مستاءه جدا ايضا من فوز الهلال على مانشستر سيتي. قبل مرات فلومينسي بيومين بالظبط كان في اجتماع بين المسؤولين في الاتحاد الدولي، بس ما كانش ايفانتينو ما كانش موجود في الاجتماع، وكان شركات الراعيه والاعلانات وحكم المباراه مباراه امس وحكم الفار، واتكلموا ان مباراه فلومينسي هي المباراه النهائيه للهلال، لابد من خروج الهلال ووصول فلومينسي للمباراه اللي بعدها اللي هي متفق عليها ان هي مباراه تشيلسي، اللي هي مباراه تشيلسي، ونهايه فلومينسي في مباراه تشيلسي هيخرج، ومفروض ان تشيلسي هو اللي يوصل المباراه النهائيه. فده اللي حصل مفروض قبل مباراه فلومينسي والهلال قبلها بيومين، وده اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب امبارح. فعلا انا ما كنتش متوقع ده اللي هيحصل، ان الحكم كان في ضربتين جزاء للهلال، كان في ضربتين جزاء للهلال، كان اي لاعب الهلال كان بيتكلم كان على طول يديله انذار، وكان مشكله كبيره جدا، حتى كان الموضوع كمان ظهر موجود فعلا موجود في الملعب. فعايز اقول لحضرتك ان خروج الهلال متفق عليه، لكن ما نقدرش نقول ان فنيا كان الهلال كان بالامكان افضل مما كان. ان انزاجي اخطا اللاعبين ما كانش في حالتهم في الشوط الاولاني، ما كانش حالتهم في الشوط الاولاني، كان في تاثير من اللعيبه ومن الجهاز الفني، كان في تاثير، لكن كان متفق ان يتم خروج الهلال من دور الثمانيه، وايضا وصولهم فلومينسي لمباراه تشيلسي وخروجه من دور الاربعه. فدي